عندي امام عاشور، خلاص ده المعادله اهي، اسمها امام عاشور، باقي في عقده 2.5 سنين. كويس. يطلب التعديل العقد. النادي الاهلي لا يتعامل مع وكيل ما. امام عاشور تعاقد مع هذا الوكيل. فسرها لي. ولا حاجه، انا بتعامل مع اللعيب بس. انا بالنسبه لي اللعيب، وانا قلت لك قبل كده هنا، ممكن لو انت برضه فاكر كلامي كويس هقول لك انا مش من انصار تمديد عقود ولا جدد ولا مدد ولا ريح. ماشي اوكي خلاص. قبل كده انت حليت جزئيه التمديد، خلاص مفيش تمديد ولا تعديل لحد ما يخلص عقدك. طيب ان انت رحت لده اللي الاهلي ما بيتعاملش معاه وعارف ان في مشكله، هيغير مني ايه بس؟ اصل انت بماذا تفسر؟ طب انا السؤال يحمل ان هعمل ايه؟ انا مال، انا في الاول والاخر عندي اللعيب بتاعي. انا مش هتعامل مع ايمن، انت هتجبرني اتعامل مع ايمن؟ مش هتعامل مع ايمن، انا بتعامل معاك انت. حلو جدا، انا بتعامل مع الشخص ده. كلام جميل. وفاضل قدامي مثلا 2 أو 3 أو 4. ماشي. انا مش من انصار ده، ممكن رايي يبقى جماعي اكتر مني من انصار حاجه ثانيه، لكن بقول لك انا مش من انصار ان انا اجدد لحد لسه 3 4 سنين في عقده. قول الا يا كابتن عبد الجليل يا كابتن ايمن، لو هو صغير مثلا عنده 17 سنه فانت بتحافظ عليه، فاضل 2 سنين مثلا في عقده. يعني واحد عنده 16 سنه مثلا 17 سنه بيبقى 3 سنين، بيوصل ل 18 سنه انت بتبقى عايز تزود شويه. اوكي، لكن لو حد فاضل له 3 سنين وده في عقده وهروح ل 30 او 31، لا مفيش لو ولا حاجه. مفيش حد بيجبر حد على حاجه يا كابتن عبد الجليل في الكوره. انت بكل معطياتك انت اللي بتديهوني، انت اللي بتخليني اروح لك. انا ممكن اروح لك بس انا اللي اروح لك. ده كان يا سيد، انا اللي اروح لك والله. لحد طيب ما الاهلي عايز يروح له، انت اخر مفيش ناس مشكله. مديرين الكوره بامانه الله يخليك. لا دي حقيقه. الله يخليك. من ايام عصرتهم، من طارق سليم لثابت البطل. والله انا شايف ان اداء وليد صلاح الدين يا حبيبي انا بنلاقي وليد ده، ما كابتن وليد ده لسه طبعا. بس وليد ده لسه لازم سبورت. وانا هقولها وليد ده هينجح ازاي؟ مفيش حاجه اسمها رجعوا سيد ومشوا وليد، مفيش الكلام ده دلوقتي. في وليد هاتوا له سيد معاه.